في باب في آخر مكان ممكن تتخيله، مش في عمارة مهجورة ولا في قصر مسكون. الباب ده في تمثال الحرية. تمثال الحرية اللي واقف في نيويورك بيتفرج على الناس والعالم من فوق. في باب في الشعلة اللي شايلها، والباب ده مقفول من سنة 1916، وممنوع أي بني آدم يدخل، لأن اللي دخل مرجعش وحصلت له حاجات غريبة. في اللي سمع أصوات، واللي بيقولوا إن بوابة زمنية أو قنبلة نووية، وحاجات كتير مخبيها الباب ده. فتعالوا نحكي الحكاية من أولها ونشوف الباب ده ممكن يكون مخبي وراه إيه. ولو أول مرة تشوفنا فاعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. في القرن 19 فرنسا كانت بتحب تتمنظر قدام العالم، وأمريكا كانت شابة صغيرة بتحتفل بمرور 100 سنة على استقلالها من إنجلترا. فواحد فرنسي اسمه إدوارد دولا بوليه قال ليه ما نعملش لأمريكا تمثال حرية، حاجة كده تبان من بعيد تقول للناس إحنا جامدين وبنحب الديمقراطية والكلام ده. وراح جايب نحات فرنسي اسمه أوجاست بارتلود، والراجل ده قال أنا مش هعمل تمثال صغير يتحط على الرف، وقرر يعمل تمثال ضخم. وفعلا بدأ في التصميم، وعمل ست لابسة روب حمام ماسكة شعلة مولعة وفي رجليها سلاسل مكسورة، رمز يعني للتحرر والحاجات اللي بيقولوها 24 ساعة دي. المهم إن برترود خلص التمثال على مراحل بس في فرنسا، وعمل كل حتة لوحدها، يعني الراس لوحدها والدراع لوحده والجسم في حتة تانية خالص. وبعته في مركب على أمريكا سنة 1885. بس كان في مشكلة صغيرة كده، الفرنساويين عملوا التمثال وبس، وقالوا للأمريكان انتوا بقى ابنوا القاعدة اللي هيقف عليها التمثال. والأمريكان اتزنقوا لأن مفيش فلوس يبنوا القاعدة، وما بقوش عارفين يعملوا ايه. لحد ما واحد صحفي عمل حملة تبرعات في الجرايد، وقال للناس أي حد هيتبرع بأي مبلغ حتى لو قرش هنكتب اسمه في الجورنال. وفعلا الناس حبت الفكرة واتبرعوا وجمعوا الفلوس، وبدأوا يبنوا قاعدة التمثال. وسنة 1886 حصل افتتاح ضخم جدا للتمثال. اللي محتاجين نعرفه إن التمثال ده مجوف من جوه، وفيه سلالم بتوصل الناس لحد التاج، والدراع فيه ممر داخلي وسلم يطلعك لحد الشعلة. والشعلة دي بقى فيها بلكونة صغيرة، وفيها باب بيفتح على بره. الباب ده كان بيفتح عادي لحد سنة 1916، لكن في يوم من أيام شهر يوليو سنة 1916 حصل انفجار كبير جدا في منطقة قريبة من التمثال. الانفجار ده كان كبير لدرجة إن التمثال اتهز، وسبب الانفجار هي ألمانيا، لأن ألمانيا كانت ماشية في خطتها لتخريب أمريكا قبل ما تدخل الحرب العالمية الأولى. فبعتوا جواسيس فجروا مستودع ذخيرة هناك، وبسبب الانفجار اتكسر حتة من الشعلة، والباب اتخبط وبقى مش أمان، واتعوجت السلالم اللي بتوصل للباب. ومن ساعتها الحكومة الأمريكية قررت تقفله. من هنا بقى بدأت الأساطير تتولد. ناس بتقول إن الشعلة دي مش بس خطر، لأ دي ملعونة، وأي حد يدخلها بيحصل له حاجة. يعني واحد من اللي حاولوا يرمموا الشعلة في الخمسينات حلف إنه هو فوق الباب اتفتح لوحده، وسمع صوت حد بيهمس في ودنه وبيقول له الحرية مش ليك. وسنة 1960 بنت صغيرة دخلت مع أبوها اللي بيشتغل مهندس صيانة. البنت دي بتحلف إنها كانت شايفة نور أخضر طالع من الباب، ومن يومها وهي بتكتب شعر عن كائنات فضائية بتحرر الشعوب وحاجات غريبة. وفي ناس بتقول إن التمثال مش تمثال، ده كائن فضائي نايم، واللي بيقول إن الشعلة دي سلاح نووي والباب مدخل صيانة، واللي بيخش بيتصاب بإشعاعات نووية. وأكتر إشاعة مجنونة هي إن الشعلة دي فيها فتحة زمنية، والباب ده هو بوابة زمنية بتفتح كل 100 سنة. ومع الإشاعات والكلام الكتير، وطبعا أمريكا مش بتحب الهزار، قررت الحكومة تقفل الشعلة. لا وكمان كتبوا قانون يمنع دخول أي حد الشعلة مهما كانت الظروف. السؤال بقى، لو هو مكان خطر وبس ليه ما تصلحش؟ ليه ما رجعش يفتحوه أو يرمموه في ال200 سنة اللي فاتوا دول؟ ولا هو فيه سر فعلا ومحدش عايزنا نعرفه؟ الباب ده من كتر الإشاعات بقى فيه اهتمام كبير جدا بيه، فبقى فيه نظريات تخليك تشك في كل حاجة. يعني في ناس بتقول إن الشعلة دي مش معمولة للزينة، وإنها كانت جهاز فضائي بيبعت إشارات لكوكب فيه فضائيين. وفي نظرية بتقول إن الشعلة دي فيها كريستال الطاقة، ولو بابها اتفتح بيحصل حاجة في العالم زي زلازل أو براكين أو إعصار. وفي ناس بتقول إن الباب اتقفل عشان فيه جثة حد جوه، جاسوس ألماني مات وقت التفجير. في النهاية ومن الآخر الباب ده عمره ما كان باب عادي، لا في هندسته ولا في التاريخ ولا حتى في الإشاعات اللي طلعت عليه. هو باب بيخبي حكاية مش مفهومة، وفي علامات استفهام كتير حواليه. بس خليني أقول لك حاجة، في أبواب في الحياة لازم تسيبها مقفولة، مش عشان خطر بس عشان في أسرار بتبقى أشيك وهي غامضة، ويمكن أساسا مفيش سر ولا حاجة، وهي حاجة بيلهوا فيها الناس بدل ما يفكروا ويقرفوهم. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ولو حابب تشوف حلقات تانية اعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، أو شوف الحلقات اللي فاتت. سلام.